بقى طفل هو اللي يعلم قوم لوط الشذوذ ويبقى سبب في انتشار الفاحشة دي كلها؟ طب مين بقى هو الطفل ده؟ وازاي يعلم اهل القرية دي كلهم وكلهم يمشوا وراه ويحبوا الفعل الفاحش ده ويفضلوا مستمرين عليه؟ وعمل معاهم بقى ايه بالظبط علشان يقنعهم بالعمايل دي؟ طب وإبليس بقى ساب الطفل ده في حاله ولا كان هلاكه زي هلاك قوم لوط بالظبط؟ احنا عارفين ان قوم سدوم اللي هم قوم سيدنا لوط كانوا عايشين في القرية بتاعتهم وكانت مليانة خيرات، والزرع والفاكهة كان على جوانب الطريق، والدنيا كانت معاهم حلوة جدا، والخير كان عامم القرية كلها، لدرجة إن أي رحالة كان معدي في الطريق كان بياخد اللي هو عايزه، وأهل القرية ما كانوش بيقولوا أي حاجة لأي حد سائل أو أي حد رحالة، بيسيبوا اللي عايز حاجة ياخدها. فضلت أجيال ورا أجيال والوضع على ما هو عليه، لحد ما جت في مرة القحط قلب القرية وبقت غريبة جدا، والخير اللي كان بيعم في المكان كله بقى قحط. طبعا في الوقت ده أهل القرية اللي حصل وايه اللي جرى؟ فالشيطان وسوس لهم قال لهم ما هو من اللي انتوا بتعملوه اي حد عابر سبيل ولا اي حد رحالة رايح جاي ياخد من خيركم، انتوا لازم تقطعوا رجلين اي واحد رايح وجاي، وحذاري تدوا اي واحد سائل من الخير بتاع القرية علشان الخير يرجع لكم تاني، بدل ما انتوا مدينها كده الكل من هب ودب. وفعلا الشيطان وسوس لهم ونجح، وبقى أهل القرية كلهم يقطعوا رجلين أي حد ياخد أي حاجة من عندهم، وبدل ما كانوا أهل كرم وأهل خير وبيدوا لأي حد بقوا قطاع طرق ومبهدلين الدنيا. وصل بيهم الحال إن أي رحالة جاي مش بس يرفضوا إن هم يدوله من الخير اللي كانت فيه البلد، لأ ده كمان بقوا ياخدوا منه الفلوس. طبعا كان في الوقت ده الدنيا بقى بدأت تزهزه تاني، والشيطان قال لهم بصوا الدنيا هتزهزه معاكم، اقطعوا بقى رجلين اي حد، وفعلا عملوا كده، لحد ما في يوم الشيطان نفسه اتمثل لهم على هيئة شاب صغير في السن وحلو حلاوة وجميل جمال لا يوصف، ومر عليهم في القرية بتاعتهم اللي هو الشاب الجميل ده اللي هو أصلا مش إنسان، ده شيطان. المهم مر على القرية بتاعتهم على إنه رحالة، وطبعا عايز بقى يعدي ياخد من الخير اللي عندهم. هنا طبعا قوم سدوم قطعوا عليه الطريق. هو هنا كان قاصد طبعا يعمل معاهم كل اللي هيحصل بعد كده. قال لهم طيب انتوا عايزين مني ايه؟ بصوا انا قدامكم اهو، اعملوا فيا زي ما انتوا عايزين وخدوا كل حاجة معايا. طبعا هم كانوا قاطعين عليه الطريق علشان ياخدوا كل الفلوس وكل الحاجة اللي معاه، بس لما لقوه جميل وهو طبعا عرض نفسه عليهم ومن كتر حلاوته عارفين انتوا اللي هو ايه، عمل لهم اغراءات اللي هو انا قدامكم اهو وشاب حلو وجميل، اعملوا فيا ما بدلكم. وهو اللي فهمهم ازاي يتعاملوا معاه عن طريق الشذوذ، وفعلا هو اللي خلاهم مارسوا مع الشذوذ وصور لهم ان هم كمان اتبسطوا جدا، لانها طبعا كانت حاجة جديدة عليهم، لان كانت اول مرة يمارسوا الشذوذ بالطريقة دي مع الشيطان اللي جالهم في هيئة شاب صغير في السن وجميل جدا. وطبعا بكده يعتبر إبليس هو أول واحد مارس الشذوذ وتمارس معاه الشذوذ في تاريخ البشرية. طبعا روايات كتيرة جدا قالت إن ده كان شخص ما كانش إبليس، وإن الشاب ده أو الطفل ده
كان اسمه غبور. بس طبعا الحقيقة انه كان ابليس وما كانش من الانس اصلا. بعد كده طبعا الشيطان فضل يوسوس ان هم اتبسطوا، ومن هنا بقى بدأ اهل سدوم في ممارسة الشذوذ ما بينهم وما بين بعض، وما بينهم وما بين اي حد داخل على القرية او اي رحالة بيمر في طريقهم وبيعدوا على قريته. طبعا في الوقت ده بدأ الموضوع ينتشر جدا، فربنا بعت لهم مين؟ بعت لهم سيدنا لوط علشان يهديهم ويرشدهم ويردهم بقى عن القرف اللي هم بيعملوه ده. النبي لوط ذكر في اليهودية وفي المسيحية على انه هو رجل صالح، بس طبعا ذكر عندنا في الإسلام إن هو نبي. وطبعا إحنا عارفين إن هو يبقى ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب سيدنا لوط طبعا لما وصل بقى لقرية سدوم قام بالواجب بتاعه على أساس إن هو نبي جاي يهديهم ويرشدهم. المهم إن هو حاول معاهم بكل الطرق إن هو يهديهم ويصلح من حالهم، وهم طبعا ودن من تين وودن من عجين، وملتزمين بعصيانهم وبأفعالهم الفاحشة وبالقرف اللي هم بيعملوه ده كله. وقال لهم إنهم لو ما التزموش ربنا هيبعت لهم عذاب شديد جدا. لكن هم طبعا بيدخلوا الكلام من هنا وبيخرجوه من الناحية التانية. عذاب ايه يعني؟ ايه اللي هيجرى لنا؟ ولا كان هاممهم اي حاجة. بالعكس بقى ده عند سيدنا لوط زاد وقاحتهم اكتر واكتر. بالعكس بقى ده هم اللي زهقوا من زن سيدنا لوط وقالوا له بقول لك ايه بقى، خد اهلك انت بقى، وانت عامل لنا فيها راجل صالح واحنا اللي مفسدين، انت ما ينفعش تعيش مع ناس مفسدين زينا، خد اهلك انت واتكل على الله بقى وسيبك مننا خالص. هو اصلا سيدنا لوط كان زهق وتعب جدا من محاولاته معاهم، وكان خلاص مفيش حاجة في ايده غير ان هو يقعد يبكي ويدعي ربنا وبس. وفعلا فضل يبكي ويدعي ربنا ويشتكي من فساد قومه وعصيانهم. هنا بقى هيبدأ العذاب على قوم سيدنا لوط لما ربنا بعت له ملكين، وفي روايات تانية بتقول ان هم كانوا 3. الملائكة دي بقى كانت شديدة الجمال، كانوا حلوين جدا، بس قبل ما يوصلوا لسيدنا لوط عدوا الأول على سيدنا إبراهيم، وهم اللي بشروه بابنه من السيدة سارة إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب عليهم السلام. عرف سيدنا إبراهيم إن هم مرسلين من عند الله عز وجل لعقاب قوم سدوم، فطبعا سيدنا إبراهيم خاف جدا على ابن أخوه سيدنا لوط، وبقى مستغرب كده، طب وبعدين يا ملايكة ابن أخويا لوط؟ قالوا له بس ما تخافش عليه، احنا عارفين كل القصة وعارفين كل حاجة، احنا رايحين وعارفين كل حاجة. طبعا في الوقت ده سيدنا إبراهيم هدي وعرف إن العذاب ده مش هيطول سيدنا لوط، وخرج فعلا الملكين من عند سيدنا إبراهيم على طول على سيدنا لوط وعلى قوم سدوم، وراحوا على طول على المزرعة اللي كان فيها سيدنا لوط، وعارفين هم طبعا إن هو راجل مضياف وكريم ومش هيردهم. بس طبعا سيدنا لوط ما كانش عارف ان هم ملاكين، هو كان فاكرهم رحالة زيهم زي اي حد وعايزين يباتوا عنده الليلة دي وتاني يوم يتكلوا على الله. فطبعا سيدنا لوط كان محرج جدا لانه راجل كريم وما تعودش ابدا ان هو يرد سائل ولا يقول له لا او ما يوجبش معاه، بس كان خايف عليهم جدا خصوصا ان هم جمال جدا.
فحاول معاهم بالكلام ان هو يعني يلفت انتباههم، انتوا يعني جايين القرية دي بالذات، يعني طب اتكلوا على الله روحوا اي حتة تانية. وحاول يفهمهم بطريقة غير مباشرة افعال والاعمال الشاذة اللي بيعملها اهل القرية دي، يمكن يفهموا ويمشوا منهم لنفسهم. بس طبعا هم كانوا عارفين هو يقصد ايه كويس قوي، وصمموا ان هم يبيتوا الليلة دي عنده. فقال لهم طب بصوا احنا هنستنى لحد اما الليل يجي، وبعد كده هاخدكم بشويش لحد البيت عندي وتبيتوا فيه وتاخدوا واجبكم. وفضل برضه هو في الطريق يلمح لهم عن افعال القوم بتوعه والمعاصي اللي بيعملوها لحد اما وصلوا البيت. اول لما وصلوا البيت طلب من اهل البيت بناته ومراته. مراته دي طبعا كانت حاجة غير طبيعية، وهنقول ليه. قال لهم حذاري اوعوا حد يعرف ان احنا عندنا ضيوف. طبعا بناته قالوا له اه طبعا، الا مراته. مراته طبعا كانت اصلا من اهل سدوم، يعني هو اتجوزها لما وصل سدوم، فهي على دين اهلها، هي ما كانتش بتعترض على افعالهم، اللي هو ايه يعني هم حرين يعملوا اللي يعملوه. بس كانت مؤذية اذى لسيدنا لوط بطريقة فظيعة، وهو كان صابر ومستحملها. المهم هي اقنعته يعني ان هي ابدا، وانا ازاي هقول للقوم ان احنا عندنا ضيوف ولا حاجة. هي قالت له الكلمتين دول من هنا، وراحت واخدة بعضها وطلع على سطح البيت من هنا وولعت النار. النار بقى دي كانت العلامة اللي ما بينها وما بين أهلها، يعني زي ما تقولوا كده إيه الإشارة اللي ما بينهم وبين بعض. أول لما تولع النار أهلها وقوم سدوم كلهم يفهموا ويعرفوا إن في ضيوف وأغراب عند سيدنا لوط في البيت. وفعلا أول لما ولعت النار أهل القرية كلهم اتجمعوا في البيت، وهاتك يا خبط ورقع على الباب لحد ما الباب اتكسر. خرج لهم سيدنا لوط يحاول يقنع فيهم ويهدي فيهم ويسيبوا الضيوف في حالهم. طب خدوا بناتي، طب خدوا بنات اهل القريه. قالوا له بنات ايه؟ احنا مش عايزين بنات، ما احنا عندنا ستات كتير، احنا مش عايزين بنات، احنا عايزين الضيوف اللي عندك. طبعا في الوقت ده سيدنا لوط ما بقاش عارف يتصرف ازاي، فضل يدعي ربنا ويحاول يسكتهم ولا اي حاجه، وهم ابدا. وفضل سيدنا لوط يدعي ويبكي علشان ربنا يعينه على القوم المفسدين. هنا بقى الملكين قالوا له ما تخافش، وعرفوا ان هم ملكين ومرسلين من عند الله عز وجل علشان يعذبوا قوم سدوم. وهنا بقى خرج عليهم سيدنا جبريل عليه السلام وعماهم كلهم مرة واحدة. الملائكة في الوقت ده طلبوا من سيدنا لوط ان هو ياخد بعضه وياخد اهله ويمشوا من القرية، علشان خلاص هيحل على اهل القرية العذاب. وقالوا له امشي ومحدش ابدا يبص وراه. وفعلا خد بناته واهله ومشوا من القرية، الا مراته اللي حل عليها العذاب زيها زي اهل قريتها. وبدأ العذاب، اترفعت بيهم القرية وبقى فوقيها تحتيها، وامطر عليها حجارة من سجيل، كل حجارة ايضا نار، وكل حجارة مكتوب عليها الاسم بتاع اللي هتصيبه. ودي كانت نهاية قوم سيدنا لوط أو قوم سدوم. في ناس كتير بتقول عن الشذوذ اللواط، وطبعا ده خطأ كبير جدا، لأن هما كده بيربطوا الفعل الفاحش ده بنبي الله سيدنا لوط، وطبعا هو بريء تماما من نجاستهم ومن قرفهم.
خلصت حلقة النهاردة، يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ودي كانت تاني حلقة معانا من الحلقات المميزة للسيزون الثالث. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.